حبايبي، قبل ما يبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل الصيني الجديد الزمن لا يتغير، وبيتكلم مسلسلنا عن بنت بتتعرض للظلم من مرات باباها واختها، وبيقتلوا باباها وهي بتسافر على الجبل، وبترجع بعد 5 سنين بطفلين توأم، وبيكونوا من الشاب الغني اللي غلطت معاه قبل ما تسافر. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بلو وهو بياخد شاور في اوضه في الفندق، وبتخبط عليه فو وبيروح لها وبيقول لها انت مين، وبتقول له مش لازم، وبتدخل الاوضه وبتقرب منه. وتاني يوم بتصحى على تليفونها بيرن، وبيكون واحد بيقول لها انت فين يا هانم، وهي بتقفل السكه في وشه، وبتتصدم وبتقوم وهي مخضوضه ومش مستوعبه اللي هي نيلته امبارح ده، وبتسيب مبلغ بسيط للول اللي نايم جنبها، وبتقوم تلبس وبتمشي، وبيقع منها الخيط السلسله بتاعتها. وهي نازله من الفندق باباها بيرن عليها وبيقول لها ان مامتها مش مامتها الحقيقيه، وبيقول لها انت لازم تهربي واوعي تصدقي اي حاجه تقولها لك، وبيقفل السكه معاها وهي ما بتكونش فاهمه اي حاجه. وهنا لو بيكون قاعد في اوضته السريه وبيكون ماسك السلسله والفلوس، وبيكون شكله كده ناوي لفو على نيه سودا. وبعد 5 سنين فو بتكون عايشه على الجبل ومخلفه طفلين توأم بادا وباشين، وعندهم المعلم شو بيعلمهم السحر. وبتروح لفو وبتساله الولاد عاملين معاك ايه، وبيقول لها بادا كويسه انما باشين محتاج تدريب فبيخلي بالك منه بقى. وهي بتشكره وبتقوله انها هترجع الصين تاني، وقدمت السي في بتاعها في شركة هناك وهتنزل تشتغل على طول، وبيقول لها بيطمنيني عليكم. وفو بتاخد ولادها وبتيجي تمشي، بيجي لها اتصال ان الطيارة اللي كانت هتسافر بيها حصل فيها مشكلة والرحلة اتلغت، وهي بتتضايق جدا. اصل يعني ايه الرحله اللي اتلغت دي، وبتكون متضايقه جدا. وباشين بيقول لها انه خلاص عشم نفسه بالسفر، وهي بتقول له نصيبنا بقى يا ابني. بس بيجي لها تليفون تاني وبيقولوا لها انهم هيعوضوها وانهم حطوها في الرحله اللي طالعه كمان ساعتين، فهي بتفرح جدا. وهنا لو بيكون في الفندق ومعاه رجالته، وبيسال السكرتير بتاعه الاجتماع امتى، وبيقول له كمان ساعتين. وفي اللحظه دي فو بتوصل للصين وبتنزل هي والكتاكيت بتوعها في نفس الفندق، واولادها بيفضلوا يقولوا لها انهم عاوزين يعرفوا مين باباهم عشان يعني فريد انه طلع غني وهيعيشهم حياة حلوة. ولو بتقول لهم هندور عليه، ولو غني هنروح له، ولو فقير هنفكس له. وفجأة بتبص قدامها وبتلاقي لو، فبتفتكره وبتتوتر جدا وبتكون هتقع، لكن هو بيسندها، بس هي بتحاول انها ما تبينلوش وشها. ولو بيغلطها لكن كتاكيتها بيدافعوا عنها، ولو بيسيبها ويمشي، والسكرتير ميمو بيعتذر لها وهي بتقول له مفيش مشكلة ابدا، وبيمشوا. وتاني يوم بتسيب ولادها في الأوضة في الفندق وبتقول لهم انها هتروح الشغل ومش هتتأخر عليهم خالص. واول ما بتمشي العفاريت دول قصدي الكتاكيت دول بيعملوا شوية سحر من اللي المعلم شو علمهم لهم، الله يسامحه بقى. وبدا عشان هي الاشطر بتجيب باباها المكان غريب وهو ما بيكونش فاهم هو فيه ايه وايه اللي جابه هنا، وبيطلع المكان الغريب ده هو عقل لو، يعني العفاريت دول دخلوا الراجل جوه عقله يخرب بيكم. وبدا بتسأله انت اتجوزت قبل كده، وبيقول لا، وبتقوله تمام السلام عليكم، ورجعت له تاني لمكانه في الشركة، وبيكون قاعد على المكتب ولا كأن اي حاجة حصلت. وعند بادا بتقول لباشين انها لقت باباها وان هو الراجل اللي شافوه في الفندق، وباشين بيقول لها يا رب ماما تسيبنا نتعرف عليه. وهنا ميمو بيدخل فو عند لو وبيقول له دي الموظفة الجديدة اللي هتمسك قسم التصاميم، وفو بتقول له يا جنيلة هو ورايا ولا ايه، يا رب ما يكونش فاكرني. وهو بيبص لها باستغراب وبيقول لها تبدأ شغلها، وهي بتشكره وبتمشي وبتقول الحمد لله نسي السندوتش ما افتكرنيش. وميمو وفو بيكونوا طالعين وبيشوفوا سن وهي جايه وبتكون داخله عند لو، وميمو بيقول لها ما ينفعش تدخلي من غير ميعاد، وبتقول له ميعاد ايه انا خطيبته، وبتزقه وبتدخل. وميمو بيدخل وراها وبيقول له انا اسف ما عرفتش امنعها. وسن بتقول له وتمنعني ليه يا حبيبي انا جايه اطمن عليك، وبيقول لها مش اطمنتي اتفضلي اخرجي بقى. وميمو قال لها لو عنده شغل وانت لازم تمشي دلوقتي، وبيخرجوا. وعند فو السكرتيره سنغ بتدخل لها وبتقول لها ان زميلتك في قسم التصاميم مستنياكي في اوضه الاجتماع عشان تتعرف عليكي. وفو بتروح مع سنغ، ولما بتدخل بتشوف يو وبتكون قاعده، ويو بتتصدم وبتقول لها انت ازاي جيتي هنا وازاي بقيتي مديره. وفو بترجع فلاش باك لما باباها كان تعبان في المستشفى وشافت يو ومامتها وهما بيشيلوا جهاز التنفس من عليه وسابوه يموت، وبترجع للحاضر تاني وبتقول في سرها انها هتنتقم منهم. وبنعرف ان يو تبقى اخت فو من الاب، ومامة يو كانوا هما السبب في موت الاب. وبتقعد فو بكل تكبر على يو وبتقول لها انها هنا المديره وانها من حقها انها تلغي المشروع اللي ما يعجبهاش، وانها سمعت عن مشروع يو وما عجبهاش،
ويو بتقول لها مش من حقك انك تكرري بدالي، وبتتقمص وبتاخد بعضها وبتمشي. وهنا يو بتروح للو وبتقول ان فو تبقى اختها وان في بينهم مشاكل وانها جايه مخصوص عشان تنتقم منها. ولو بيقول لها لا، مشاكلكم العائليه دي انا ماليش فيها، وبيقول لها تروح تشوف شغلها. وبيكلم ميمو وبيقول له ابعت لي فو بسرعه. وفو بتروح للو وبيفضل يهزها وهي بتقول له انت ظالمني، وبيقول لها هنعرف دلوقتي. وبيجي له اتصال من ميمو وبيتاكد انه فعلا ظالم فو، وفو بتكون واقفه مستنيه رده. ولو بيقرب عليها وبيقول لها انا مش مستريح لك، وبيشم ريحتها وهي بتزقه وبتسيبه وتخرج على بره. وهو بيقول غريبه الريحه دي انا شمتها قبل كده. وهنا فو وولادها بتروح تقابل صاحبتها لين وبيدخلوا المطعم وبيتكلموا. وفجأة بدأ بتشوف لو هو جاي المطعم مع سن وبيقعدوا سوا، فبدأت تاخد باشين وبيروحوا يراقبوهم. وفو بتاخد بالها ان عيالها مش موجودين وبتقوم تدور عليهم، وهم بيجولها وبيقولوا لها انهم كانوا في الحمام، وهي بتقول لهم ما تروحوش في اي حتة تاني من غير ما تقولوا لي. ولو بياخد باله منها. وهنا فو بتروح هي وولادها البيت وبتحكي لهم حدوته وبتقول لهم يناموا بقى، وهي بتروح على اوضتها وهم بيفضلوا يخططوا هيعملوا ايه مع باباهم. وبدأ بتقول انها تبعد الست الغريبة دي عن باباها بطريقتها، وباشين بيشجعها. وتاني يوم فو بتروح الشركة وبتلاقي يو في وشها وعمالة ترخم عليها. وفو بتقول لها خدي بالك ان مستقبلك كله في ايدي، وبتسيبها وبتروح على مكتبها. ويو بتروح وراها وبتعتذر لها، وفو بتقول لها روحي شوفي شغلك. وهنا فو بتروح على اوضه الاجتماعات لكن ما بتلاقيش غير لو هو اللي هناك، وبيتعصب عليها وبيقول لها انت اتاخرتي كده ليه؟ انا لغيت الاجتماع. وبتقول له اتاخرت ايه؟ الاجتماع الساعه 11 ودلوقتي الساعه 11 ودقيقه. فهو بيتعصب عليها وبيسيبها ويمشي. وهنا فو بتكون راجعه على مكتبها وبتوقفها سن وبتضايقها، لكن فو بتعاملها بكل برود وبتسيبها وبتروح على مكتبها. ويو بتسخن سن على فو وبيروحوا لها على مكتبها وبيفضلوا يزعقوا معاها. وبيجي ميمو وبيقول لسن ان لو عاوزها، وهنا سن بتكون قاعده بتعيط للو وهو بيعملها وحش قوي وبيقول لها تخرج، وهي بتاخد بعضها وبتمشي. وهنا في اجتماع مع مستثمرين جداد ومنهم السيد لي، وبتيجي فو وبتقنع السيد لي بشطارتها انه يشتغل معاهم، وهو فعلا بيقتنع وبيمشي. ولو بيشكر فو وبيقول لها ما تزعليش من سن، انا قلت لها ما تضايقكيش تاني. وهي بتقول له مفيش مشكله وبتخرج. وهو بيبص للسلسله وبيبص لها وبيكون حاسس باحساس غريب. وهنا فو بتروح البيت وعيالها بيفرحوا جدا وبيقعدوا ياكلوا سوا. وتاني يوم بتاخدهم على المقابر عند جدهم علشان يدعوا له، وبتكون نسيت حاجه في العربيه وبترجع تجيبها وبتقول لهم ما تمشوش من هنا خالص. وهم واقفين بيشوفوا واحد خاطف راجل عجوز وواخده كرهينه وبيهدده، وبدت تنقذه بالسحر. والجد العجوز بيشكرها، وبتيجي مامتها وبتقول لهم انتوا ليه مصممين تقلقوني عليكم؟ والجد بيقول لها ما تقلقيش، ولادك كويسين وانقذوني. وهي بتقول للجد الحمد لله على سلامتك. وبتاخد ولادها وبتروح عند القبر بتاع باباها وبتفضل تعيط وبتحط له ورد وبيمشوا. وهم ماشيين باشين بيشوف باباه وبيجري عليه وبيقول له بابا بابا، وبيكون الجد العجوز ده هو السيد شياو جد لو. وبتيجي فو وبتاخد ابنها وبتعتذر للو، والجد بيقول للو احنا لازم نشكرهم، دول اللي انقذوا حياتي، وبيعزموهم على الغدا. وفو بتضطر انها تروح عشان ولادها بيتحايلوا عليها. ولو بيكون قاعد في مكتبه في البيت وبيكون ماسك صورة العفاريت عياله وحاسس ان في حاجة بتربطه بيهم. وبيدخل عليه الجد وبيقول انت متأكد انك ما تعرفش الست دي وولادها؟ انا بس عاوز اقولك ان الولد باشين ده نسخة منك وانت صغير. والجد بيقترح عليه انه يتجوز فو، ولو بيقول له مش وقت الكلام ده دلوقتي، انا ورايا شغل كتير. وهنا فو ولو بيتقابلوا في الاسانسير وبيقول لها انه هياخدها في رحلة شغل بكرة ضروري، وهي بتقول له ايه ده ما ينفعش. وبيقول لها انا مش بخيرك، انا بس بعرفك، وبيسيبها ويمشي. والسيد لي بيرن على فو وبيعزمها على العشاء، لكن هي بترفض عزومته. وهنا سن بتكون معلوه في العربية ومتضايقة جدا ان هو هيروح الرحلة مع فو وهي لا، وهو بيقول لها على فكرة احنا مش رايحين نتفسح يعني، احنا رايحين شغل. وهنا فو وولادها بياكلوا في المطعم مع لين وبيكونوا مبسوطين جدا. وهم ماشيين بقى بيشوفهم لو وبيجي ينزل من العربية وينادي على فو. القردة بدأ بتمنعه بطريقتها وبتدخله جوه عقله تاني وبتفضل ترخم عليه شوية وبعدين بترجعه تاني. وهنا فو بتكون نازلة من الشركة وبتكون في الجراج بتعمل مكالمة شغل وبتخلصها، وبتشوف رسالة السيد لي وهو بيقول لها ما تعمليليش فيها شريفة. وبترجع فلاش باك لما دخل عليها الحمام وحاول ان هو يقرب منها لكن هي ضربته، وبترجع للحاضر تاني وبتيجي تمشي في واحد اسمه مين بيخطفها وبيخدرها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في مكان غريب، ومين ده بيكون قاعد جنبها وبتقوله انت مين وانا فين؟ وبيقول لها انت هنا هتتأدبي علشان اللي عملتيه في السيد لي. وبدت تعرف بطريقتها ان مامتها اتخطفت
وباشين بيقول لها هنعمل ايه، وبتقول له هخلي بابا ينقذها. وبدا بتدخل له جوه عقله وبتقول له ان فو اتخطفت وبتعرفه مكانها وبتقول له روح انقذها. وبيقول لها انت تعرفي فو منين؟ فبتقول له مش وقت كلامك ده خالص، يلا روح انقذها بسرعه. وهنا مين بيكون عمال يضايق فو وهي بتقول له سيبني وانا هديلك اللي انت عاوزه. وهو بيقول لها لا يا ستي، انا عمري ما اخون الرئيس بتاعي ابدا، حرامي وعنده ضمير. وبيرن على ليه لكن ما بيردش عليه، وفجأة بيسمع صوت حد جاي بره فبيرفع السكينة على فو وبيكون له هو اللي جاي عشان ينقذها. وفعلا بينقذها وبيضرب مين بس فو بيغمى عليها. ولو بيقول لرجالته يطلبوا الاسعاف. وهنا فو بتكون في المستشفى وولادها ولين بيكونوا جنبها وهي بتفوق وبتطمن عيالها عليها. وبيجي لها لو ولين بتاخد الولاد وبتخرج بيهم. ولو بيقول لها انه سلم ليه ومين للشرطه والشرطه هتحاسبهم، وبيديها ورق فيه نقل ملكيه وفلوس بيعوضها يعني. وهي بتقول له انا مش عاوزه كل ده، انا هطلب منك طلب تاني خالص. وبيقول لها ايه؟ وبتطلع له ورق فيه معلومات عن شخص وبتقول له انها عايزاه يساعدها عشان تلاقيه. وهو بياخد منها الورق وبيقول لها هشوف واقول لك وبيمشي. وتاني يوم في الشركه ميمو بيروح لفو وبيقول لها ايه رايك تبقي موديل للتصميم بتاعك؟ وبتقول له لا طبعا، انا ما اعرفش اعمل كده، دي شغلانه ليها ناسها. وبيقول لها بلاش تواضع، احنا مش هنلاقي احسن منك. وبيفضل يقنعها. وهنا فو بتجهز وبتحط الميك اب عشان هتصور وميمو بيكون معاها. وبيجي له وبيديها عقد الالماس ده اللي بيكون بتاع العيله عشان تتصور بيه. وبتقوم فو تتصور وبيكون شكلها جميل جدا. وبتيجي اختها يو وبتضايقها بس فو ما بتسكت لهاش، حتى ميمو كمان بيقول لها بطلي الغيره والحقد ده بقى. وفو بتكون في الاوضه بتغير اللبس وفجاه بتلاقي منغ وراها وبيقول لها ياه انت جيتي، ليكي وحشه والله. وهي بتكون متضايقه منه جدا وبتقول له اخرج. وبيقول لها انت لسه زعلانه مني؟ كل ده عشان ستك زمان، صدقيني اختك هي اللي ضحكت عليا. وبيكون منغ ده هو حبيبها القديم اللي اتخلى عنها زمان عشان خاطر يو. وهي بتقول له اخرج دلوقتي وبتلف عشان تغير لبسها بس هو بيجي من وراها وبيتهاجم عليها وبيقطع لها لبسها. وبالصدفه لو بيكون معدي وبيشوفهم وبيدخل وبينقذها منه وبيديها الجاكيت بتاعه تلبسه. ويو برضه بتكون معديه فبتدخل تقول لها كلمتين كده وبيكون منغ هيبوظ الدنيا بالكلام قدام لو، فيو بتاخده وبيخرجوا. وفو بتشكر لو وهو بيقول لها لا شكر على واجب. وهنا بيروحوا على الشركه وفو بتسمع لو وهو بيتكلم في التليفون وبيقول ان العرض بتاعه باظ بسبب الفستان اللي اتقطع. وفو بتدخل له وبتقول له يديها فرصه انها تصلح الفستان. وهنا فو بتكون في مكتبها وبتحاول تصلح الفستان وبتفتكر اللي منغ عمله فيها وبتكون متضايقه جدا. وفجاه بتلاقي منغ في وشها جاي يعتذر لها بس هي ما بتقبلش اعتذاره وبتطرده بره. ولما ما بيرضاش يمشي بتتصل بالشرطه تيجي تاخده. وهنا بتروح للو وبتعرض عليه تصاميم جديده وهو بيكون مبسوط منها جدا وبيقول لها خليكي عارفه عندنا عشاء شغل بالليل. وبالليل بيوصلوا عند المطعم ده بس بيلاقوا سين في وشهم وبتتخانق مع لو وبتقول له ايه اللي بينك وبينها؟ وهو بيقول لها بطلي هبل بقى. وفو بتعتذر لها وبتقول لي لو نتقابل في وقت تاني وبتاخد بعضها وبتمشي. وسين بتكون متعصبه جدا ولو بيفشكل معاها وبيسيبها ويمشي. وهنا فو بتكون قاعده بتشتغل ولو بيرن عليها وبيقول لها انه يعتبر عرف مكان الشخص اللي هي بتدور عليه وبتطلع انها بتدور على مامتها الحقيقيه. ولو بيقول لها تروح على مستشفى جيان. وهنا فو بتروح المستشفى وبتسال الممرضه على مامتها وبتوريها صورتها والممرضه بتقول لها انا ما اعرفهاش. وفو بتسال واحده تانية وبتطلع تعرفها وبتقول لها انها طلعت من المستشفى من فتره كبيره وراحت على مدينه الجنوب بس ما تعرفش فين بالظبط. وفو بتروح الشركه وهي شايله الهم وزعلانه عشان ما لقيتش مامتها وبتجيلها سنغ وبتجيب لها قهوه عشان تروق دماغها شويه. وبتيجي يو بتضايقها وبتقول قدام الشركه كلها انها خطفت حبيبها. وبيجي لو اللي بيكون حاطط كاميرات في الشركه وبيوري الكل الفيديو اللي فيه منغ وهو عند فو في المكتب وهو بيقول لها انه بيحبها هي ويو هي اللي خدته منها. وبعدين لو بيطرد يو من الشركه. وهنا فو بتكون قاعده في الكافيتيريا وبيروح لها لو وبيتكلموا شويه وبعدين بتقوم تمشي وبتقول انها عاوزه تاخد اجازه يومين. وبيقول لها ايه مشكلتك؟ وبتقول له ابدا بس في امور شخصيه. وبيقول لها خلاص ما فيش اجازات. فهي بتتضايق جدا وبتسيبه وتمشي. وهنا فو بتكون في الفندق وبتشوف مامتها اللي مش حقيقيه فيفو ولما بتشوفها بتفتكر اللي عملته فيها هي وبنتها وفي باباها وبتتضايق جدا. وفيفو بتفضل تستعطفها وبتقول لها انت بنتي وما اقدرش استغنى عنك ابدا. وبتقول لها تيجي على العشاء بالليل عشان نتعشى كعيله انا وانتي واختك. وفو بتوافق عشان بتكون عاوزه تنتقم منهم. وبالليل فو بتروح لها البيت ويو بتشوفها وبتيجي تضايقها وفيفو مامتها بتمنعها وبيقعدوا ياكلوا. وفو بتقول انها عاوزه تروح الحمام وبتطلع على مكتب باباها وبتدور فيه على اي حاجه تخص مامتها وبتلاقي المذكرات بتاعتها فبتاخدها وبتقراها وبتتاثر بيها جدا وبتاخدها وتنزل. وفيفو بتشوفها وبتقول لها ايه اللي معاكي ده؟ وبتقول لها
لها مفيش حاجه وبتاخد بعضها وبتمشي. لكن فيفو بتكون متفقه مع مينغ ان هو يروح وراها، ومينغ بيتهاجم على فو وبيجي له وبينقذها وبيهدد مينغ ويو وفيفو انهم يقربوا من فو تاني. وهنا فو بتشكر له. هو طول المسلسل على كده حد يتهاجم عليها وهو ينقذها وهي تشكره، وهو بيكون مصمم يعرف هي عاوزه الاجازه ليه، ولما ما بترضاش تقول له بيتضايق ويسيبها ويمشي. يلا يا رب حد يتهاجم عليكي. وتاني يوم فو بتسافر تدور على مامتها في المستشفى اللي هي فيها، ومامتها بتكون في مستشفى الامراض العقليه. وفو لما بتشوف حالتها بتتضايق جدا، وبيجي لها اتصال انها لازم ترجع على الشغل، وبتدي للممرضه فلوس وبتقول لها تخلي بالها منها. وبترجع فو على الشركه، وسنغ بتجيب لها ورد وبتقول لها ان في حد بعته لها. وبعد اسبوع لو بيبعت لفو وبتروح له المكتب، وهو بيقول لها ايه قصه الورد اللي كل يوم بيجي لك بقاله اسبوع ده؟ وبتقول له طب وانت مالك؟ وبيقول لها يعني ايه وانا مالي؟ هي مش دي شركتي ولا ايه؟ وبتقول له انت مالكش حق انك تتكلم معايا غير لو قصرت في شغلي. فهو بيتضايق منها جدا، وبيفضلوا الاثنين يشدوا مع بعض. وفي الاخر بيقول لها ان جده عازمها هي واولادها على عيد ميلاده ال80، وهي بتوافق عشان ما تزعلش الجد وهو في اخر ايامه. وهنا في العيد ميلاد فو بتدي للجد الهديه، والجد بيرحب بيها جدا وبيسالها على الكتاكيت الصغيره، وهي بتقول له انها لقت الجو برد فخافت عليهم وهتبقى تجيبهم له بعدين. وبيجي لها رساله على التليفون غريبه ولها علاقه بالورد اللي بيجي لها كل يوم. وبتيجي سن وبتكون جايبه هديتها هي كمان وبتديها للجد، فالجد بيقول لها حطيها على ترابيزه الهدايا، وبتيجي تحطها بتوقع هديه فو وبتكسرها عن قصد. ولو بيزعق لها وهي بتعتذر لفو وبتحاول تضايقها بالكلام، بس الجد ما بيسمح لهاش. وسن بتلاقي نفسها تتحرك اكتر من كده، فبتقول انها رايحه الحمام، وفو بتقول انها هتروح تشوف حاجه تشربها. وهنا فو بتكون واقفه بتشرب، وبتجيلها يو وبتفضل تضايقها هي كمان. وبيجي لو والجد وبيزعقوا لها وبيطردوها، ولو بياخد فو وبيخرجوا بره، وفو بتشكره وبتيجي تمشي بتكون هتقع لكن هو بيسندها. والجد بيجي وفو بتتوتر جدا وبتاخد بعضها وبتمشي، والجد بيقول للو روح وراها ما تسيبهاش. وهنا سن بتبعت لفو وبتقابلها وبتقول لها انها دمرت لها حياتها وخلت سمعتها في الارض. وفو بتقول لها طب اصلح غلطتي ازاي؟ وبتقول لها ابعت لك الصحافه في الشركه وانت قولي لهم ان اللي بينك وبين لو شغل وبس، وان الانسه سن حقها انها تغير، وانا لو مكانها هغير. وفو بتوافق. وهنا فو بيكون في الشركه عند لو، وهو بيقول لها انا سمعت انك رحتي تقابلي سن، وبيسالها اتكلمتوا في ايه، وهي بتحكي له، وهو بيقول لها ما تعمليش كده الصحافه هتقلب عليكي، وبيمسك ايديها وبيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه انا هساعدك تعدي الفتره دي. وبتخرج فو والصحافه بتقابلها وبتهجم عليها وهي ما بتكونش عارفه تعمل ايه، وبيجي له وبينقذها منهم وبيقول لهم انه هيعمل مؤتمر الساعه 8 بالليل وهيتكلم فيه عن كل حاجه. وهنا فو بيكون مع له في العربيه، وهو بيقول لها بصي بقى عشان نسكت الصحافه خالص ما عندناش غير حل واحد، وهو ان احنا نتجوز عشان نحافظ على سمعتنا، وفي نفس الوقت سمعه اطفالك ما تتضرش ولا حد يضايقهم. وهي بتوافق بس بشرط ان جوازهم يكون على الورق وبس، وهو بيوافق. وفي المؤتمر بيعلنوا انهم مرتبطين وبيفضلوا يقنعوا الصحافه انهم بيحبوا بعض، وبعدين بيمشوا. وسين بتشوف الاخبار دي وبتكون هتتجنن وبتروح للجد وبتفضل تتحايل عليه انه يخلي له يرجع لها، لكن هو بيقول لها انه مش مرحب بيها في عيلته، وهي بتتصدم وبتمشي. والجد بيكون مبسوط جدا وبيرن على لو وبيقول له يجيب له الاطفال. وهنا سين بتكون مستنيه فو، ولما بتشوفها بتقول لها يا خطفت الرجاله وبتضايقها، وفو بتقول لها انها بتظلمها وبتاخد بعضها وبترجع تاني للمؤتمر. بس بيفضلوا يتكلموا في الشغل بقى، ولو بيكون فرحان بيها جدا. وهنا وهما في الطريق بيكونوا مروحين وبيفضلوا يتكلموا هيعملوا ايه عشان ما يخلوش حد يشك فيهم بان جوازهم ده مجرد كذبه. وهنا بيروحوا الشركه وفو بتشوف فيديو المنغي وهو بيهددها على اللابتوب، ولو بيقفل اللاب وبيقول لها ما تقلقيش ابدا انا معاكي، بس انا عاوز اسالك سؤال بس تجاوبيني بصراحه، الاطفال دول ولاد منغ؟ وبتقول له لا وما تسالنيش في تفاصيل تانية، وبيقول لها مش هسالك، وبيطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه وان هو هيدخل منغ السجن. وهنا الجد في المقابر والصحفيين بيروحوا له وهو بيفضل يتعصب عليهم، ولو بيرن عليه وهو بيقول له يجيب له حفيده لانه وحشه قوي. والصحافه لما بتسمع كلمه حفيده بيستغربوا وبيجروا وراه يعرفوا منه الحقيقه. وهنا لو بيروح لفو المكتب وبيفضل يقول اي حاجه، وهي بتقول له اخلص بقى انت عاوز ايه؟ فبيقول لها انهم لازم يروحوا البيت سوا علشان الجد عاوزها تجيب الولاد كمان. وهنا في البيت بيتعشوا سوا والجد بيكون معاهم، وبتقول فو انها تطلع تشوف الولاد وتاخدهم وتروح. فالجد بيقول لها لا 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 زمانهم ناموا وانا هطلع اطمن عليهم، وبعدين انا جهزت لكم اوضتكم انت ولو، يلا بقى اطلعوا. وبيطلعوا وبيقفل عليهم وهم ما بيكونوش عارفين يعملوا له ايه، ولو بيضحك والجد بيجي وبيجيب لهم مشروب غريب كده وما بيكونش عاوز يفتح لهم الباب كله عشان ما حدش يخرج، فبيشربوا لو من ورا الباب وبيقفل عليهم الباب تاني. وفو بتنام على السرير ولو بينام على الكنبه، لكن فجاه لو بيحس انه حران وبيدخل ياخد شاور، وفو بتكون محروقه جدا وبتنام. ولو بيخرج من الحمام وبينام جنبها وهي بتتحرك جدا بس بتسكت وبتنام. وتاني يوم وهم رايحين الشركه بتشوف السلسله بتاعتها في العربيه عنده وبتقول انها
انها شبه بتاعتها اللي ضاعت منها من سنين، وبتفتح تليفونها وبتشوف اللايف اللي سنة عاملاه وعماله تتكلم عليها، بس الناس بتهاجمها وهي بتتعصب وبتكسر التليفون. وهنا فو بتروح لمنغ السجن وبتقول له لو عاوز تطلع من هنا هتساعدني انتقم من يو، وهو بيقول لها لا، وبيفضل يستفزها وهي بتزعل وبتمشي. وبتروح للو المكتب وهي متضايقه جدا وبتعيط، وهو بيسالها مالك، وبتقول له كل اللي خططت له بيبوظ مني، حتى السلسله اللي هتفكر ماما بيا ضاعت من زمان. وهو بيقول لها روحي اقعدي وارتاحي، وبيطلع السلسله بتاعته من جيبه وبيقول ما هي ممكن تكون بتاعتها هي، وبيكلم ميمو وبيخليه يدور في الموضوع. وميمو بيقول له ان السلسله دي بتاعتها بنسبه 90%، وهو بيتصدم وبيقول له ما تعرفش حد. وهنا لو بيكلم ميمو وبيقول له يعمل تحليل DNA للولاد الصغيره وله ويجيب له النتيجه بسرعه. وبعد شويه ميمو بيجي له بالنتيجه اللي بتقول ان الولاد ولاده، فهو بيتصدم وبيكون مش مصدق نفسه، وبيروح لفو البيت وبيقول لها انت اللي كنت معايا من 4 سنين. وهي بتخاف تقول له الحقيقه لحسن ياخد الولاد منها، وبتعمل نفسها مش فاهمه هو بيقول ايه، لكن هو بيفكرها ناسيه فعلا، وما بيرضاش يضغط عليها اكتر من كده، وبياخد بعضه وبيمشي. وفي الشركه بيتقابلوا وبيديها السلسله، وهي بتفرح جدا وبتروح عشان توريها لمامتها، بس هو بيوقفها وبيقرب عليها وبيقول لها استنيتك من سنين. وهنا بيروحوا على البيت وبيجيب لها ميه تشرب، وهي بتقول انها مش مستعده انها تدخل معاه في علاقه لان عندها اهداف تانية، وهو بيقول لها وانا مش هضغط عليكي. وتاني يوم في الشركه ميمو بيجي وبيقول انها بتلم حاجتها من المكتب وهتستقيل، وهو بيشوف في الكاميرات وبيكون متضايق جدا. وفو بتدخل عند مامتها الاجتماع في شركه باباها، ومامتها بتقول لها انت في الشركه المنافسه اخرجي بره، فبتقول لها خلاص انا استقلت. وبتقعد وبتقول على كده انتقامي بدا. وهنا يو بتكون متضايقه جدا وبتقول لمامتها في ايه، هي هتاخد مكاني في كل حته ولا ايه؟ مامتها بتهديها وبتقول لها محدش يقدر ياخد مكانك وانا عندي خطه حلوه قوي. وهنا فو بتكون قاعده بتشتغل وبتروح لفيفو، بس قبل ما تدخل لها بتسمعها بتتكلم مع واحد وبتعرف ان مامتها ماتت، فبتتاثر جدا وبتقول ان كده الانتقام بقى الضعف. وبتطلع لها فيفو وبتقول لها انت رايحه فين؟ وبتقول لها مشوار لما ارجع هعرفك. وبتنزل وبترن على لين وبتقول لها تاخد بالها من الاطفال لانها عرفت ان مامتها ماتت من شويه والوضع كده مقلق قوي. ولين بتقول لها ما تقلقيش على اولادك، هم في الحفظ والصون معايا. وهنا فو بتكون في الشركه بتاعت باباها وبتيجي يو وبتتخانق معاها، وفو بتقول لها انها تسكت خالص لانها مش فايقه لها دلوقتي، وانها لو ما سكتتش هي هتعرف تتصرف معاها كويس قوي. ويو بتتعصب منها وبتمشي، وبادا بترن على فو وبتقول لها انها لقت رساله من الجد فيها اسم الدفان اللي في التراب، وفو بتشكرها وبتقول لها اكيد عمو الدفان ده يعرف حاجه مهمه. وفو بتروح للدفان وهو بيديها نص السلسله الثانيه، وبيديها صندوق باباها سايبه لها وبيكون فيه رساله، وهي بتقراها وبتعيط. وبيجي لها لو بيواسيها وهي بترن على لين عشان تجيب لها الولاد، ولما بيجوا بتعرفهم ان لو يبقى باباهم، وهو بيتصدم انها عارفه وهي بتعتذر له وبتقول له خلي الاولاد معاك الفتره دي. وفو بتروح على شركه باباها وبتمسك هي الشركه عشان باباها بيكون سايب لها مع الدفان كل اوراق الملكيه. وبتيجي فيفو وبتتخانق معاها، وفو بتواجهها بالحقيقه، وفيفي كمان بتعترف باللي هي عملته وبتقول لها على كل حاجه. وفو بتكون حاطه الكاميرا في هدومها وبتسجل كل حاجه، وبتفضل توقع فيفو بالكلام وبتقول لها مين معاكي، وبتدخل سن وبتطلع انها كانت شريكه فيفو من زمان. لا وكمان بتضرب فو وبتدخلها غيبوبه ولو ما بيلحقهاش، وعقبال ما يجي بيكون خلاص حصل لها اللي حصل، وبياخدها على المستشفى. وبعد اسبوع ميمو بيعرفوا ان اتحكم على كل الاشرار بالسجن، وهو بيدخل لفو اللي بتكون لسه في غيبوبه وبيمسك ايديها وبيفضل يكلمها، وهي الحمد لله بتفوق وبتشكره وهو بيحضنها، بس بتقول له انهم مش هيتكلموا في موضوع علاقتهم ده تاني ابدا. وفو بتاخد ولادها على المقابر وبتروح لباباها ومامتها اللي بتكون دفنتها جنب باباها، وبتقول لهم انها هتسافر هي واولادها تاني عشان وجودها هنا خلاص ما عادلوش اي لازمه. وفجاه بيجي لو وبيقول لها خليكي ما تمشيش، وبيحضنها وهي فعلا ما بتمشيش، وبيتجوزوا وبيكونوا اصلا مخلفين صبيان وبنات قبل الجواز عادي. وبس كده لحد هنا بيخلص مسلسلنا، ويا رب يكون عجبكم واستمتعتوا بيه، واستنوني في ملخص جديد لمسلسل جديد يا حلوين. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.